السلام عليكم. وصفة جديدة كما العادة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم عصير ديال الجزر اللي كيجي رائع وسهل في التحضير وبالمكونات بسيطة وكيتوفر في اي دار. كيجي خاطر وسهل في التحضير، تقدر تخليه حتى على اخر لحظة وتوجديه. ونتمنى كما العادة تبقاو معايا حتى لاخر فيديو شوفوا طريقة التحضير والمقادير. هنايا غادي نحتاجو تقريبا، عندي هنايا واحد 6 ديال الخزيات، غسلتهم قشرتهم وغسلتهم وكنقطعوهم في هذا الشكل هذا او الجزر. المهم كنقطعوهم وكنديروهم في الكاسرونه او شي اناء اللي غنديرو فوق البوطه. هاد الخزه البنات ما كنخليوش يتسلق، كنخليوه غير نص طيبه باش نطيبوه. هنا غادي ندير ليه نص لتر ديال الماء. غادي نحتاجو مازال الماء في الاخر طبعا، المهم غير داكشي اللي غيتسلق فيه، المهم يتغطى داك الخزو ديالنا. وكنخليه غير واحد 5 ديال الدقائق، غير كنشوفوا طالعه فيه الفيضه صافي وكنطفي عليه. شوفوا بحال اش كيجي، راه مازال قاصحه البنات. شوفوا بحال اش راه بالسيف كنقطعوه هكا، حيت الا خليتو حتى طاب ليكم كيجي المذاق ديالو بحال الصبه. الفاكهه اللي درتو ولا النكهات اللي درتو ما كتحيدش المذاق ديال الصبه. المهم ضروري طيبوا بهذه الطريقه هذه. غادي نحتاجوا نص كاس ديال السنيده على حسب اللي بغيتو نتوما، المهم على السكر على حسب الذوق. وعندي هنايا واحد 3 د الليمونات حيدت ليهم داك العلف ديالهم. كذلك غادي نحتاج هنايا، غادي ندير ليهم، غندير الكاس ديال العنبه ديال الماء. ومن بعد الا خصني الماء راه غادي نزيدو، الا خاصني الماء غادي نحطو حتى سميتو حتى كيطحن مزيان. ومن بعد الا خاصني الماء غادي نزيدو. المهم الخيزو ديالنا راه درناه بالماء ديالو. شوفوا بحال اش كيجي البنات، كيجي خاطر بهذه الطريقه هذه. وهذا العصير البنات راه صحي 100%. انا طحنته مزيان مزيان، تقدروا ديروه في الميكسور او تقدروا تصفيوه. انا هاد الماكينه ديال العصير كطحن مزيان، الا شفتوه هكا حرش لكم تقدروا دوزوه في الصفايه. وصافي كنديروه هكا في الاناء اللي غنديروه المهم داك اللي غنقدموه فيه. انا درتو في الثلاجه حتى برد مزيان، عاد نقدمو معاكم. ضروري العصير ديالنا يكون بارد مزيان. شوفوا تبارك الله، راه هذا الكاس هذا راه كيهز يترو ونص، وتقريبا نقولي 2 يترو ديال هذا 2 يترو ديال العصير اللي خرج ليا هاد الكميه هادي. حيت هاد الكاس هذا راه كيهز البنات يترو ونص اللي كيهز. صافي هنايا كنديروه كما قلت لكم، كنسدو عليه وكندخلوه للثلاجه حتى نبغيو نحطوه في الفطور او المهم للسحور على حسب. وكنخرجوه، انا خليته واحد ساعه ديال المكانه حتى برد مزيان عاد خرجته. كنغطيه مزيان، كنحيد ليه ديك المرقه ندورها باش ما يتشربش ليا من الثلاجه. صافي هذا هو الشكل ديالو النهائي البنات. شوفوا بحال اش كيجي، راه كيجي الصراحه رائع وهذا وصحي مليون في المئة. نتمنى ان شاء الله تجربوها البنات. كيجي الشكل ديالو بحال هاد الطريقه هذه، كيجي خاطر تقدروا الا ما بغيتوش يجيكم يجيكم خاطر بحال هاد الطريقه هذه، تقدروا تزيدوا ليه الماء. وهذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله هذا العصير هذا ينال الاعجاب ديالكم. راه صحي مليون في المئة، تقدروا تخليوه حتى لاخر لحظه وتوجدوه. وكنشكركم بزاف على المتابعه، وما تنسوناش البنات كما العاده باللايكات ديالكم والاشتراك في القناه للناس الجداد الا مازال ما تشاركتوش. وكنشكركم بزاف كما العاده. الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله يا ربي.